لما يقول عن اساتذته ولما يقول عن اعلام في مصر في مثلا في مجال معين، فقال حاجه مش ما قالش حاجه. فما فيش حد ما قالش قيمه، ما فيش حد في الكتاب ملوش قيمه على فكره، كله. ولذلك احنا اخذنا قرار ان كل الناس اللي طبعناها كل هذه الحوارات لازم تنزل في الكتاب، برغم ان في ناس قالت لا احنا مش عايزين ننزل. انا قلت للناس دي وبكرر تاني اهو عشان يتصوروا، ده مش حقك، خلاص ده انتهى، ده طرح، وده موضوع لطرحه وهينزل في الكتاب. هو ما ينزلش في الكتاب اذا كان يا في حاجه تعيبك او في حاجه تعيب النصوص او احنا هنوقفك مش انت، انما لا ده يعتبر يعني اللفظ انا بقوله مؤمن بيه ثروه مش هنسيبها تعدي كده. توثيق. بدأنا نشتغل وعملنا الكتاب الاول، ثم كان الكتاب الثاني والثالث مع بعض اللي هم في ايدينا دلوقتي. ان شاء الله الكتاب الرابع والخامس هيكونوا مطبعه بعد العيد، يعني احنا بنجهز لهم وهيكونوا مطبعه بعد العيد. انا ما بحبش اشكر بصراحه كتير، ولكن بيبان الجهد بتاع الناس. يعني انا يعني المكان اللي احنا قاعدين فيه باين جهد الاستاذ، مش كل مره احنا نقعد نقول جمال عمل هو هيسال مننا على فكره، كل مره نقعد نشكر فيه وده رايك يا حاج كفايه مره واحده نشكر فيه في السنه، مش لازم تشيل عليه. لا احنا بنكرر الشكر ليك ان انت فاتح ما شاء الله عليك، يعني كل روافد الابداع والادب اللي انت داخل فيها وفاتح فيها وبتساعدها وبتدعمها، ونشكرك على ذلك. انا في الختام بقول احنا معانا الكتاب الثاني والكتاب الثالث، هم حوالي الثاني والثالث حوالي 22 اسم تقريبا، حوالي 22 اسم رضينا فيهم او مش رضينا، يعني تجنبنا الاخطاء اللي كانت في الكتاب الاولاني، بحيث ان الكتاب الثاني طلع ما شاء الله والثالث احسن وهكذا، وان شاء الله الرابع والخامس هيكون احسن واحسن.